بنلاقي قصة تانية خالص كده. المنتخب المصري اسم يعني الكثير في تاريخ كرة القدم الإفريقية. المنتخب المصري اسم يعني الكثير في تاريخ كرة القدم الإفريقية. 7 ألقاب قارية، رقم قياسي يخليهم على القمة. لكن لما نحلل السجل ده بعمق بنلاقي قصة تانية خالص، قصة يمكن ما حدش حكاها قبل كده. النهاردة هنغوص في الرواية دي ونشوف إيه اللي ورا الإنجازات العظيمة دي. طيب، خلينا نبص على الصورة دي. هنا التناقض العجيب اللي بيلخص كل حاجة. على اليمين، مصر هي ملكة أفريقيا ب7 ألقاب، رقم محدش قدر يوصله. وعلى الشمال، صفر، ولا فوز واحد في تاريخ مشاركتهم في كأس العالم. إزاي؟ المفارقة دي بتخلينا نسأل سؤال مهم جداً. إيه السر ورا الحكاية دي؟ إزاي عملاق قاري بيكون سجله متواضع بالشكل ده على المسرح العالمي؟ المصادر اللي بنعتمد عليها في تحليلنا النهاردة بتقدم تفسيرات بصراحة مثيرة للجدل جداً. عشان نفهم القصة لازم نرجع بالزمن لورا خالص، للبداية، لما يتحط حجر الأساس لأسطورة المنتخب المصري. أول لقبين لمصر، شوفوا معايا. سنة 1957 مصر كسبت الكاس بعد ما لعبت ماتشين بس. سنتين بعدها استضافوا البطولة وكسبوها تاني. بس الجزء الأغرب هو إن البطولتين دول كان فيهم 3 منتخبات بس. أيوة، 3 بس بينافسوا على لقب بطل قارة كاملة. عشان كده المصدر بيوصل لاستنتاج صادم شوية، بيقول إن اللقبين دول كانوا أشبه بدورة رمضانية مصغرة أكتر من كونهم بطولة قارية حقيقية. الوصف ده بيحط الانتصارات دي في سياق مختلف تماماً. طيب، نطلع بالزمن لقدام شوية، لفترة أحدث، فترة بيظهر فيها بعض سياسي ممكن يكون لاعب دور في القصة دي، وتحديداً فترة رئاسة عيسى حاية الطويلة للاتحاد الإفريقي. الرسم البياني ده بيكشف نمط غريب جداً. خلال فترة رئاسة حياته، مصر اللي فيها مقر الكاف فازت ب4 ألقاب. في نفس الفترة بالضبط الكاميرون بلد الرئيس حياته فازت هي كمان ب4 ألقاب. المصدر بيقول إن التقسيم العادل ده بين مقر الكاف وبلد الرئيس شكله أكبر من مجرد صدفة. يعني الفكرة اللي بيطرحها المصدر واضحة، البطولات كأنها كانت بتتوزع، بطولة لصاحب القرار وبطولة لصاحب الدار. الكلام ده بيلمح إن السياسة كان ليها دور كبير في تحديد مين هيكون البطل. طيب، نسيب السياسة ونرجع للملعب. خلينا نتكلم عن ميزة اللعب على أرض الوطن والجدل اللي صاحب بعض انتصارات مصر على أرضها. 3 من ألقاب مصر ال7 كسبوها وهم بيلعبوا في بلدهم. طبعاً عامل الأرض والجمهور ده شيء مهم، لكن المصدر بيقول إنه الموضوع في بعض الأوقات كان أكبر من مجرد تشجيع في المدرجات. انتصارين من ال3 دول اتحسموا بصعوبة بالغة بركلات الترجيح. والأهم إن بطولة 2006 تحديداً المصدر بيوصفها إنها كانت مليانة بجدل تحكيمي كبير، وده بيضيف طبقة جديدة من الشكوك حوالين اللقب ده. دلوقتي وصلنا لأغرب وأخطر جزء في تحليلنا. الكلام اللي جاي ده مش من محلل أو صحفي، ده جاي من قلب المنتخب المصري نفسه، من لاعب كان موجود وعاش الأحداث دي. استعدوا، لأن اللي جاي ده مش مجرد تحليل، دي شهادة حية ومباشرة. ده اقتباس مباشر من اللاعب الدولي المصري السابق أحمد ميدو حسام. الاعتراف ده بيضيف بعد تاني خالص للقصة، بيقول إن الفوز ما كانش بس باللعب والمهارة، لا، كان في حاجات تانية خالص بتحصل برا نطاق كرة القدم. النقطة المهمة قوي اللي المصدر بيركز عليها هنا هي إن ميدو ما قالش أنا سمعت أو بيقولوا، لا، هو استخدم صيغة الجمع وقال كنا بنعمل، وده بيخليها شهادة من شخص كان جزء من الأحداث مش مجرد إشاعة. كل ده بيرجعنا تاني للسؤال الأول، ليه النجاح ده كله متحولش لأي إنجاز في كأس العالم؟ حسناً، حسب المصدر مصر فعلاً سابت بصمة في كأس العالم، بس بصمة غيرت قوانين اللعب كلها والسبب عجيب جداً. في كأس العالم 1990 في ماتش ضد إيرلندا، المنتخب المصري عمل تكتيك غريب عشان يضيع الوقت ويضمن التعادل. اللعيبة فضلوا يرجعوا الكورة للحارس اللي كان بيمسكها بإيده مرة ورا مرة، لدرجة إن اللاعب الفعلي تقريباً وقف. الخطة دي كانت ناجحة لدرجة إن الفيفا اضطرت تغير قانون مهم جداً في اللعبة بعدها، وهو قانون منع الحارس إنه يمسك الكورة بإيده لو رجعاله من زميله.
وهنا المصدر بيلخص الإرث ده بطريقة ساخرة جداً، وبيوصف المنتخب المصري بأنه أول منتخب يقوم بتحنيط كرة القدم، في إشارة واضحة لتجميد اللاعب وقتله في الماتش الشهير ده. إذن بعد ما استعرضنا كل النقط دي، يا ترى شكل إرث المنتخب المصري إيه لما نحطه تحت المجهر النقدي ده؟ خلاصة التحليل النقدي ده هو إن السجل المصري اللامع لما بنقرب منه بنلاقيه محاط بعلامات استفهام كتير. القصة بتبدأ بألقاب في بطولات صغيرة جداً وتمر بفترة هيمنة مشتركة مع بلد رئيس الكاف، وفيها جدل تحكيمي على أرضهم، وبتنتهي بشهادة صادمة من الداخل عن استخدام السحر. وفي الآخر التحليل ده بيسيبنا مع سؤال مفتوح. المعلومات دي مش بتمحي الألقاب من التاريخ، هي موجودة، لكنها بتدعونا نعيد تقييم القصة اللي وراها. فالسؤال هو إزاي المفروض نبص للإرث ده دلوقتي؟ الإجابة متروكة للنقاش.